تخيل كده تصحى من النوم تلاقي الحكومة بنفسها بتقولك تعالى استثمر فلوسك عندي وهديك عائد شهري ثابت، ومش كمان شهرين ولا 3، لا مدة سنة ونصف كاملة. طب السؤال هنا، هل ده فرصة حقيقية ولا فيها تفاصيل محدش واخد باله منها؟ النهارده وزارة المالية أعلنت رسميا عن طرح حاجة اسمها سند المواطنين، وبيتقال عليه إنها أداة استثمارية آمنة جدا ومتاح من خلال مكاتب البريد بس. يعني الموضوع كبير، بس استنى قبل ما تتحمس وتحط فلوسك لازم تفهم كل حاجة. بس في الأول كده ما تنسناش إن أنت تنزل أسفل الفيديو وتدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس، يعني اللايك هو اللي هيوصلك مننا إشعار بكل فيديوهاتنا القادمة. فاعمل لايك، واللايك مجاني. وتعالى بقى بعد ما تعمل لايك تعالى نشوف الفيديو اللي معانا. خلينا نفهم الأول يعني إيه سند. السند ببساطة هو إنك بتسلف الحكومة فلوسك وهي بتديك فايدة ثابتة كل شهر، وبعد المدة ترجع لك أصل المبلغ. سند المواطن الجديد مدته بيكون 18 شهر، عائد شهري ثابت، سهل الاسترداد في أي وقت، درجة أمان عالية لأنه حكومي. وده معناه إنك مش داخل مشروع مخاطرة، أنت داخل مع الدولة نفسها. ودي نقطة مهمة جدا وحط تحتها 100 خط. وزارة المالية اختارت مكاتب البريد المصري تكون المنفذ الحصري للبيع. طب ليه الكلام ده؟ علشان البريد منتشر في كل قرية وكل مركز، يعني حتى لو ساكن في أبعد مكان تقدر تشتري السند بسهولة. وده معناه إن الدولة عايزة أكبر عدد من المواطنين يشاركوا في الموضوع. لحد اللحظة الرسمية التفاصيل الدقيقة لنسبة العائد لسه مش معلنة بالكامل، بس البيان بيقول إن عائد شهري ثابت ومميز. وهنا بدأ السؤال الخطير، هل هيكون أعلى من شهادات البنوك ولا قريب منهم ولا أقل؟ لأن المقارنة هنا مهمة جدا. لو العائد أقل من شهادات 2026 اللي موجودة في البنوك اللي بتوصل لنسبة كبيرة، يبقى لازم تفكر مرتين مش مرة واحدة. تعال نقارن بسرعة. الشهادة البنكية مضمون وواضحة النسبة وفيها اختيارات كتير تقدر تختار ما بين. سند المواطن حكومي مباشر، العائد بيكون شهري، مدة قصيرة نسبيا اللي هي 18 شهر. الميزة هنا ان المدة مش طويلة قوي زي ال3 سنوات، يعني فلوسك مش مرتبطة 3 سنين زي بعض الشهادات. في سؤال بقى مهم جدا، لو حصل احتياج مفاجئ للفلوس بتاعتي، هل الاسترداد هيكون سهل فعلا؟ هل في غرامة؟ هل في فترة انتظار؟ التفاصيل دي لازم تتأكد منها قبل ما تشتري. السند ده مناسب لمين؟ اللي عايز دخل شهري ثابت، اللي مش عايز مخاطر، اللي مش بيفهم في البورصة. لكن مش مناسب لمين بقى؟ اللي عايز أرباح سريعة وبتدور على استثمار عالي، المخاطرة محتاج سيولة يومية. بس خليني أقول لك حاجة، الدولة لما تنزل أداة استثمارية جديدة بالشكل ده معناه إنها عايزة تسحب سيولة من السوق. السؤال بقى، هل ده توقيت مناسب تدخل فيه ولا تستنى تفاصيل أكتر؟ وهل فعلا العائد هيكون مفاجئ ولا أقل من التوقعات؟ أنا رأيي الشخصي استنى الإعلان الرسمي عن نسبة العائد وبعدها نقارن كويس جدا ما بينها وبين البنوك. لكن فكرة إن يبقى في أداة حكومية بعائد شهري ومدتها قصيرة دي خطوة جيدة جدا. اكتب لي بقى في الكومنتات، لو معاك مثلا 150,000 جنيه هتحطهم في سند المواطن ولا شهادة بنكية ولا تستثمرها في حاجة تانية؟ ولو عايزني أعمل لك مقارنة بالأرقام أول ما العائد يتعلن عنها رسميا قول لي في التعليقات. وما تنسناش تعمل لايك وتشترك عشان يوصلك كل جديد من الاستثمار والبنوك وكمان أسعار الذهب.